إكسبريس اف ام تزيد في القيمة. أنه قرارنا في الانسحاب اليوم ماهوش قرار معلق، ماهوش قرار سياسي مجرد، هو قرار مرفوق بشيء آخر يلزمنا نأخذوه كامل. انسحاب من المجلس الوطني التأسيسي ومقاطعة كل أشغاله سواء في مستوى جلسته العامة أو في مستوى لجانه أو في مستوى الهيئات نتاعو هياكله المختلفة. هذا طلقناه لأننا نعتبروه قد كل شرعية ومشروعية. لكن قرار الانسحاب الجماعي هذا مرافق قرار آخر باش يبدأ تنفيذه من الغد، وهو اعتصام في الخيام أمام المجلس الوطني التأسيسي. ولن نرفع هذا الاعتصام إلا والمجلس الوطني التأسيسي تحل وتفرضت لجنة خاصة تكمل الدستور وتعرض على الاستفتاء الشعبي، والحكومة هذه تحلت وسقطت وتشكلت حكومة من عدد محدود من الكفاءات تترأسها شخصية وطنية مستقلة تلتزم وتتعهد بعدم الترشح في الانتخابات المقبلة، تسير البلاد شؤونها العادية وتوفر المناخات لانتخابات في أقرب الأجال تكون نزيهة وديمقراطية وتعددية. هل لقيتوا طلبات من نواب من الترويكا يحبوا يلتحقوا بكم؟ مع الأسف من الترويكا ما ثماش حتى نائب، لكن هناك نواب من كتل أخرى في حوار واتصلوا بنا، واعتقد انه في الساعات القليله القادمه سيلتحق نواب اخرين. شكون الكتل اللي اتصلوا بكم؟ مثلا جزء من العريضه قاعدين نناقشوا معاه، نواب مستقلين مواصلين النقاش مع التحالف الديمقراطي، وكذلك الحريه والكرامه اليوم اتصلوا بنا، وكذلك مناضلين قراب من حزب الحر الوطني الحر كذلك باش نتصلوا بيهم ونشوفوا كيفاش يلتحقوا بنا. أنا أعتقد أن المجلس الوطني التأسيسي ما يتقاسش بالكيلو. الانسحاب نتاعنا والاعتصام أمامه سيفقد كل مصداقية. يعني أنا ما نتصورش اللي واحد في الشعب التونسي مرأة ورجل باش يجد عليه المجموعة اللي باش تبقى باش تبدأ تغني وجناحها يرد عليها باش يمنها حد ولا قادرة باش تفض أي مشكل. أنا أعتبر أنه قررنا هذا وقع الشلل التام لهذا المجلس، تبقى فيه أغلبية ولا بتبقاش معاش عنده حتى معنى وحتى صدى لدى شعبه. شنو رأيك في الندوة الصحفية لنظر وزير الداخلية وبالتصريحات اللي قالها خاصة أنه يعني خاصة السلاح اللي تم قتل به الشهيد شكري بالعيد هو بيدو اللي تم استعماله في عملية. أنا ديما مقتنع اللي لنا جهاز أمني فعال لو نبعدوا عليه التعيينات الحزبية وتعيينات الموالين وإبعاد الكفاءات، لو نحيوا من العقلية متاعنا التغلغل داخل الأجهزة لإرباكها ونعيد ليه الثقة في نفسه ونخليه الكفاءات والخبرات والإطارات تسير مختلف المصالح متاعه، جهازنا الأمني قادر باش يحمي تونس، يحمي مواطنيها ويحد من الجريمة ويكشف الجنات. إذا كان تخلفنا لحد الآن في كشف الحقيقة على لطفي لقب وكشف الحقيقة على اغتيال شكري بالعيد واليوم على محمد البراهمي، لأنه الجهاز الأمني والمؤسسة الأمنية اخترقت وأربكت وضربت الكفاءات وعوضت بالموالات.